بيتكوفيتش بخطة لعب 4-3-3 دفاعيا تتحول 4-5-1 بعودة عمورة ومحرز وقويري كرأس حربة. في مرحلة البناء يفتح عرض الملعب بعمورة محرز وقويري، هنا ثلاثي وسط الميدان. فالتنشيط الهجومي أو التدرج بالكرة أو مرحلة الإنهاء نشوفوا قويري كرأس حربة كان يفتح عرض الملعب بعمورة، أو عمورة يدخل للرواق الداخلي أو الممر الداخلي ويترك الرواق الخارجي الآيت نوري. الجهة اليمنى كذلك شفنا محرز يدخل للممر الداخلي ويترك الممر الخارجي حجام، أو العكس محرز هنا شتنا حجام حتى أصبح ثاني رأس حربة. تحركات بوداوي كانت هنا ذكية ما بين الخطوط، شايبي والربط ما بين الخط الدفاعي وخط وسط الميدان وخط الهجوم. في الهدف الأول شفنا قندوسي أنه كان محور ثالث في مرحلة البناء لتشكيل 3-2-5، أو أحيانا كنا نلعب ب3-4-3. شفنا قندوسي في الهدف الأول كان محور هنا على اليمين. في لقطة الهدف الأول نشوف نزول قندوسي كمحور ثالث موزمبيق ب4-4-2. نزول قندوسي اللي أعطى أكثر عمق لحجام، تبادل الأدوار بين حجام ومحرز، محرز للعمق وحجام في الرواق الخارجي من الجهة اليمنى. من الجهة اليسرى دخول عمورة إلى العمق إلى الممر الداخلي وترك آيت نوري الممر الخارجي ويفتح عرض الملعب. فور خسارة الكرة التحول من الهجوم إلى الدفاع avec le contre-pressing, le gegen-pressing الضغط العكسي واسترجاع الكرة في مناطق عالية والذهاب مباشرة نحو المرمى. في لقطة الهدف الثالث للمنتخب الوطني شفنا نزول قندوسي كمحور ثالث، ولكن من الجهة اليسرى وليس من الجهة اليمنى. شايبي تحرك جيد للعمق يسحب معه مدافع الأيسر لموزمبيق لتحرير محرز في العمق. كنترول كما العادة، البحث عن الرجل القوية اليسرى، عمل فحص للملعب، رأى أنه عمورة قادم بقوة، توقيت جيد لكسر مسيدة التسلل والباقي سرعة عمورة. منتخب موزمبيق لعب بال4-2-3-1 ككتلة دفاعية، كان يدافع بال4-4-2 وأحيانا بال4-4-1-1. في الشوط الثاني قام بتغيير، أنه خرج صانع ألعابه رقم 10 ودخل لاعب ارتكاز، وهادو أصبحوا صناع ألعاب. أصبح يدافع بال4-5-1، ولما يضغط ككتلة دفاعية متقدمة ودار لو ماركاج مان تو مان. لهذا غير مدربنا الوطني هاود قندوسي ليعطي أكثر عمق الحجام. دخول تاعنا آيت نوري مع بوداوي ومحرز هنا مع شايبي لإحداث تفوق عددي هنا في وسط الميدان وأيضا على الأجنحة. منتخب موزمبيق غير من طريقة الدفاع في الشوط الثاني من 4-4-2 لل 4-5-1، كتلة دفاعية متقدمة، بلوك أو، بريسينغ أو، ضغط مستمر، رقابة رجل لرجل، دفاع مان تو مان رجل لرجل، مما أجبر المنتخب الوطني على التشتيت بعيدا. اخترت هذه اللقطة خصيصا لعمورة، يجب أن يتطور في اتخاذ القرارات. نشوف هنا 3 قرارات خاطئة من عمورة في نفس اللقطة. القرار الأول كان يلزم أن يمرر لقويري الذي طلب الكرة كما نرى في أنصاف المساحات. قرار ثاني خاطئ، عدم التمرير لمحرز كان فارغ على الجهة اليمنى. قرار الثالث شايبي عمل المضاعفة لو ديدوبلومون ولم يمرر الكرة. لقطة الهدف الرابع، دائما مع الضغط العكسي بجدارين، جدار الأول يقوم بالضغط والجدار الثاني
يقوم بتغطية التمريرات وغلق مسارات التمرير فور استرجاع الكرة. اللعب المباشر للأمام من وسط الميدان قندوسي مع بوداوي. تحريك الكتلة الدفاعية من اليسار إلى اليمين لعمل عدم الاتزان لو ديزيكيليبر، ثم تحويل الكرة إلى اليسار مرة أخرى لنقل الكتلة الدفاعية من اليمين إلى اليسار، ثم البحث عن حجام القادم من بعيد. تمريرة جيدة من عمورة خلف الدفاع جاء منها الهدف الرابع. الأدوار التكتيكية لقندوسي في هذه المباراة الدور الثالث، وهو النزول بين بن سبعيني وماندي لإعطاء أكثر أريحية للمحورين بالتقدم بالكرة وتغطية المساحة التي يتركونها خلفهم. دخول أيت نوري كمحور ثاني مع بوداوي دابل بيفو لتشكيل 3 بوكس 3 4-3 لخلق أكثر من مسار للتمرير في مرحلة البناء من الخلف. وكما قلت مسبقا منح ماندي أكثر أريحية في التقدم بالكرة.